يعني انا عايز اقول لحضرتك انه هم نفس اللي كانوا بيعملوه ان هم يحاولوا يخونوا كل اركان الدوله وكل مفاصل الدوله، كانوا بيعملوه حتى جوه الجريده، حتى جوه الشركات، حتى جوه البنوك، إن كل مفصل من المفاصل بلا استثناء. مين بيتولاهم؟ مين اسماء؟ طبعا حضرتك في العارفين طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، وكانوا بيكتبوا اعمده ثابته اسبوعيه في جريده الشرق. وكان في كتاب من مصر بيكتبوا هناك برضه بشكل اسبوعي. وكان حد منهم كان دعا عندنا مفتوح مرتين هناك، وكان مكتب القرضاوي كان بيجي يحضر اجتماعات جوه الجريده، بس انا ما حضرتش الاجتماعات دي على الاطلاق يعني. وكان لما يجي بيقابل الناس اللي تبع هم تبع الاخوان، وكان اثناء مقابلتهم ما حدش يتحرك خالص في المكان اللي هم موجودين فيه ولا يتواجد في نفس الدور. مين اللي لما يجي ما حدش يتواجد؟ القرضاوي؟ لا مش القرضاوي، كان مديرين مكتبه. وكان الكرة داغي كان بيجي الجريده. اللي ماسك ال ماسك كان القرضاوي على ما اعتقد دلوقتي. مستشار. نعم. مسكوه في الاتحاد العالمي الاتراك. ما فيش اتحاد عالمي، هم 3-4 تنفار. 3-4 تنفار. نعم. ما يتعدوش اي حاجه يعني، ما لهمش اي قيمه في اي ناحيه علميه ولا تنظيم ارهابي دلوقتي مصنف ارهابيا. ايوه يا فندم، تنظيم ارهابي، وكل اللي يهرب من مصر اللي عايز يعني يروح حته يروح على قطر ويقول لهم ان هو هربان، وهم يعملوا له اللي هو عايزه ويدوا له الفلوس اللي هو عايزها، يشغلوه في احسن مكان ويمسكوه على المناصب. لكن اللي يحب مصر واللي يقف جنب مصر او حتى يبان عليه ده يعني قمه العداء والاضطهاد والتمثيل بيه وكل حاجه تتعمل. يعني ثم قعدت كام سنه في قطر؟ قعدت 2.5 سنين في الشغل في الشرق، و4 سنين ممنوع من الرجوع مصر. عندهم ديمقراطيه وحريه كده زي ما بيتكلموا، ويقول لك الدول وبيحصل. قول لي قطر من الداخل كما عايشتها. حضرتك ما فيش اي قطر يقدر يفتح بيه اصلا. بالاضافه لانه انا ليا راي، الناس مش فاهمه صح، انه الناس بتعتقد ان قطر واقفه مع الاخوان. الكلام ده مش صحيح. قطر هي اخوان. قطر هي نفسها دوله اخوانيه يحكمها الاخوان. والدليل على ذلك ان في التسعينات تم الغاء منصب المفتي، لانه الاخوان تولوا الحكم، فاصبح القرضاوي هو المفتي. ما بقاش في مفتي في قطر. اي منصب يتولاه اي حد، شركه صغيره، في بنك، جريده، في مؤسسه، لازم يكون اخواني ومن صغره، مش يكون داخل الاخوان قريب يعني. لا، حمد بن خليفه لما جه الغى. حضرتك بتقول لي حمد بن خليفه لما جه الحكم الغى منصب لما عمل انقلاب على ابوه سنه 95. الغى منصب الغى وظيفه المفتي. لان الجماعه وحل الجماعه، حل مكتب الجماعه في قطر. الجماعه ما بتتحلش في اي دوله الا اذا تولت الحكم. فهي الدوله نفسها دوله اخوانيه بكل مفاصلها، كل المسؤولين اللي فيها. يعني هم حضرتك بتقول انه مش اخوان، لا مش دعم الاخوان، ده هم اخوان لا اصلا. هو هيفضل يعمل كده لغايه لما يموت. هو ما عندوش حل تاني، هو بيدعم نفسه. هو بيأيد نفسه وفكرته هو وتوجهه هو. نعم. يعني هو مش بيأيد جماعه، هو نفسه عضو في الجماعه. ايه اللي كان بيجي لكم؟ يعني ازاي ان احنا نستخدم هذه الصحف وهذا الازرع ونهاجم مصر؟ ايه التوجه اللي كان بيتم؟ اولا كانوا بيجيبوا كتاب مصريين هربانين زي طارق الزمر ارهابيين. وعاصم عبد الماجد والناس كتيره يعني هربانه، ووائل انديل والناس دي كلها. وكل قرايبهم كانوا بيشتغلوا في مؤسسات قطريه برضه على فكره. كل قرايب العائلات بتاعتهم اللي راحت. بالاضافه لان هم كانوا دي حاجه لاحظتها بعد كذا عدد من جريده العربي الجديد، ان هم كانوا بيكتبوا موضوعات بشكل شويه في شفره. احنا عشان دارسين اعلام يا استاذنا وحضرتك كتير عارفين، بشكل فيه تعليمات مستتره. يعني اقرا الموضوع وبعدها ب 48 ساعه بالكثير تحصل حاجه في مصر في نفس الموضوع اللي كتبوا فيه. لا معلش، يعني كانوا في شفره بتطلع من المقالات. كانوا بيدوا تعليمات من خلال الجريده. كانوا بيدوا تعليمات لجماعتهم هنا من خلال الجريده. يعني مثلا ايه؟ زي ايه؟ زي المصارف، زي تفجير بعض الاماكن. انا مش متذكر بالضبط لان الموضوع تفجير 5 سنين. يعني في موضوع مره نشروه عن مكان من الاماكن في القاهره، وبعدها بالظبط 48 ساعه حصل فيه انفجار في نفس المكان. انفجار شديد يعني.